تصعيد آخر أو مطالبته لاستقطاب أطراف خارجية للدفاع عن من هم مؤيدين الرئيس المخلوع. نسمع الكلام ده. لا، ليست الإخوان المسلمين. الشعب الذي ينتفض اليوم بالملايين ضد الانقلاب العسكري هو شعب مصر الذي يختلف مع الإخوان المسلمين أحيانا ويختلف مع الرئيس مرسي كثيرا، لكنه يعرف أن الذي حدث أول أمس هو انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب وعلى صندوق الاقتراع وعلى الدستور وعلى الإرادة الشعبية وعلى الدولة المدنية واستعادة للدولة العسكرية البوليسية، وبالتالي لن نقبل بهذا الانقلاب ولو على رقابنا. حضرتك دلوقتي مع حبس المرشد والكتاتم وقيادات الجماعة والإخوان المسلمين، مين اللي بيدي الأوامر أو مين اللي بيقود حاليا؟ شباب الشعب المصري، شباب التيار الإسلامي، شباب الإخوان المسلمين، بوجود المرشد أو بدون وجود المرشد، بوجود رئيس الحزب أو دون وجود رئيس الحزب، بدون قيادات الحزب أو بها، سيستمر في ثورته حتى يعيد الحق لأهله، حتى يرجع هذا الانقلاب العسكري، حتى يعود الرئيس المنتخب، حتى يعود الدستور المستفتى عليه، حتى تعود المرجعية لصناديق الاقتراع، حتى تعود الإرادة الشعبية وليس الدبابات. There has been a state of emergency declared in Sinai. Can you control your supporters to prevent violence? نحن لسنا المتحكمين في الأرض، لكن هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله وأن الرئيس يعود إلى سلطاته. Dr. Kagi, this is from Newsweek. Are you worried about being arrested? What? Are you worried about being arrested? I? Personally? Personally? No, I am in front of you. If you left? طيب ده المشهد، انه يعني في اكتر من تفصيله ممكن نتوقف عليها. استقطاب اطراف غير موجوده في المشهد، تواجدهم واعتصامهم كانهم هم معبرين عن الشعب، وده امر الجيش صرح وقال انه امر متاح لكل المصريين اللي بيقف مسافه واحده من كل الاطراف المصريين اللي بيتظاهروا، وشاهدنا مشهد الطائرات كلها بتجوب كل المناطق. النقطة الخطيرة اللي نقف عندها نقطة سيناء، زي ما هو قال، ما حدش بيحرف، ما حدش بيقول أي كلام. قال إن سيناء وفور عودة رئيس المخلوع مرسي ستوقف كل شيء في سيناء. أظن الموضوع واضح والمشهد